السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا قلت بقى النهارده اصور لكم جزيره الوراق. دي جزيره الوراق يا جماعه. انا لسه خارج من عند كوبري تحيا مصر ورايح على الكارتة، وادي جزيره الوراق. فيها جزء مبني، يعني العمارات اللي شكلها جميل، وفيها جزء جنبه مبني بيوت عاديه، البيوت العاديه دي. طبعا انا صورت لكم من 3 4 ايام كده دخان وبتاع. انا بحسب كان في حريقه والله، بس سمعت ان ايه، كان في مشاكل كده بين الناس اللي هناك والحكومه علشان خاطر الارض وكده. انا يا جماعه يعني الصح فين والغلط فين دي مش بتاعتي. أنا قلت اصور، وربنا وحده اللي عالم بالصح فين. بس يعني نتكلم كلام منطقي. ادفع الكارتة بس يا جماعه. تشيل البيوت اللي هي مبنيه بنى عشوائي وكده وتبني بنى جديد. انت ما تسيبش ارضك، يعني اكيد هتاخد شقه في المكان او هتاخد بيت مبني كويس. انا شايف عمارات شكلها جامده جدا هناك. اكيد هيظبطوا لكم مثلا الصرف الصحي. اكيد طبعا الصرف بتاعكم هنا مش صرف صحي، مثلا ممكن يبقى مثلا، طبعا انتوا في قلب النيل، ممكن يبقى انتوا شغالين على النيل بقى، ومش انتوا بس بقى اللي هتدمروا، يعني مصر كلها هتتدمر. فاكيد يا جماعه التطوير ده يعني هينفعكم انتوا اول ناس. انا مش عارف الصح فين من الغلط فين، وبقول على قد ايه، يعني على قد فهمي او على قد دماغي. هو انتوا دلوقتي هتمشوا من الارض خالص، هيمشوكوا خالص، ولا هيدوكوا مثلا في العمارات اللي بتتبني دي مثلا شقق كبيره وكويسه وتعرفوا تعيشوا فيها ولاولادكم والجو؟ انا عايز اعرف الجو ده بس، يعني انا عايز اعرف السكه. انتوا بصوا يا جماعه، انتوا في قلب النيل، يعني انتوا في قلب النيل. انا ماشي بالراحه هنا علشان اصور المنظر الجميل الرائع. يعني انتوا متخيلين يا جماعه ان هنا يتبني ابراج في قلب النيل؟ هيبقى شكلها ايه؟ وانتوا هتبقوا قاعدين ازاي؟ الله اعلم الصح فين والغلط فين. انا قلت اصور المنطقه بتاعت جزيره الوراق، وربنا يصلح الحال ويصلح حال بلدنا، وتبقى بلدنا احلى بلد في الدنيا ان شاء الله يا جماعه. بس افرجكم بقى على النيل الجميل، وان شاء الله كل حاجه تتحل ومحدش يجرى له حاجه، سواء من الشرطه ولا من الشعب، ولا كلنا واحد يا جدعان. كل واحد فينا عنده ابنه في الجيش، يعني كلنا واحد، مفيش تفرقه. احنا هنا مش بنحارب في بعض. ربنا يتولانا برحمته يا جماعه. بس والسلام عليكم ورحمه الله.